اهلا بيكم في كروات كرة، ومعاكم امجد. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب للفيديو. مفاجأة في صفقات الزمالك مع بيراميدز. الزمالك بيفكر يودي فتوح عند بيراميدز ويجيب مين؟ محمود صابر وعبد الرحمن مجدي. هتقولي ده بوبو المدرب رفض. زلاكا في تحفظ على انتقاله للزمالك، فحاليا الزمالك بيطلب محمود صابر ومين تاني؟ وعبد الرحمن مجدي كجناح في حالة تعثر ضم أجنحة أجنبية. فتوح ممكن يدخل في الصفقة. محمد صبحي الزمالك عامل خطة بلان A و B لو بيراميدز محتاجه ضروري والزمالك هيبيعه بالمبلغ اللي عاوزه الزمالك وليس بيراميدز، هيدخل في الصفقة. لو بيراميدز عرض مبلغ قليل هينتقل إلى نادي الأخدود السعودي أو نادي ضمك السعودي. ده محمد صبحي. فيريرا يؤجل صفقة الزمالك اللي هو لاعب وادي دجلة الباك اليمين شادي ماهر. في لقاء بين الزمالك ووادي دجلة، لقاء ودي، ففيريرا قال أنا لازم أشوف اللاعب على الطبيعة وأراقب تحركاته وأداءه في الملعب، بعد كده أقرر هل ينضم الزمالك ولا لا، لكن هو يقال أنه لاعب مميز. مفاجأة غير متوقعة عن أيمن ترازي. أيمن ترازي المركز الإعلامي لنادي حسنية أغادير ذكر أن اللاعب لن تأتي إليه مفاوضات والنادي يرفض بيعه. مفاجأة مدوية، النادي يرفض بيع أيمن ترازي. الزمالك بيعمل حاجة كويسة، ده عملية تمويه على الصفقة السوبر اللي هتيجي في الزمالك. هيجي مهاجم هيكون حديث الوسط الرياضي من أسماء الرنانة في المجتمع الرياضي العربي والإفريقي، هيكون اسم كبير وفي تكتم عليه بشكل رهيب بعد صدمة تيدي أوكو. قنبلة يسري مرزوق يبتعد عن نادي الزمالك، ينتقل إلى يقترب من نادي آخر. بلال ولد الشيخ رسميا لاعبا بنادي الرجاء المغربي. كده من ضمن الخيارات 2 بعده. فاضل معانا مين؟ فاضل فريد الملالي يقال انه هو مرشح، وادم والناس. بس ادم والناس مقابل بتاعه لاعب فري، بس العقد السنوي $1,500,000. $1,500,000. وممكن يكون الاسماء دي تمويه، لكن دي الاسماء اللي بتتردد في وسط الاعلامي، وسط منظومه الزمالك الرياضيه ومنظومه الصحفيين، وسط الرياضي، وسط المقربين من جون ادوار والناس القائمين على صفقات نادي الزمالك. وعد ورسالة جون ادوار وحمدان ودور ممدوح عباس. جون ادوار وعد الجماهير ووعد ناس مقربين لي ان حامد حمدان بنهاية هذا الشهر سيتم انتقاله الى الزمالك، وبدأت المفاوضات، بدأت شبه اتفاقات مالية، ما فيش تعقيد، وفي جلسة كان المفروض اليوم لم يتم الحسم او لم يتم الادلاء بنتائج هذه الجلسة. والاستاذ ممدوح عباس تاني مرة يتدخل مع احد مسؤولين في وزارة البترول، والمسؤول وعد الاستاذ ممدوح عباس بانهاء الصفقة لصالح الزمالك ولصالح اللاعب. المسؤول ده عرف ان اللاعب يمر بحالة نفسية سيئة، وهناك ضجة رياضية لانتقال اللاعب وحلم اللاعب واسرته الانتقال لنادي الزمالك. واقتراب ومغادرة اللاعب لجروب واتساب خاص بفريق بتروجيت يؤكد رحيل اللاعب ورسالته للمقربين انه هو خلاص هيروح نادي الزمالك. حيلة الاهلي ضم اسامة فيصل، عمل عرض، حط مع العرض لعيبة، كان عامل احمد رضا، العرض كان 40 مليون واحمد رضا. جاء البنك الاهلي طلب 50 مليون وعايز احمد عبد القادر او كريم فؤاد او رضا سليم. اهلي عندي تحفظ على احمد عبد القادر او الثلاثه. حاليا الاهلي عمل فكره ثانيه، قال انا اعمل كوبري واخد اللاعب، وحاليا في وكلاء وشركه وكاله لاعبين تسويق لاعبين خلت اسامه فيصل يمضي معاها، لكن نادي البنك الاهلي فطن لهذه الحيله وقال ان اللاعب لو ينتقل للانديه الكبرى المعروفه ومقابل مادي كبير ويكون نادي معروف وكتجربه احتراف وبجميع الضمانات لصالح النادي البنك الاهلي تحسين اللاعب. بعد ده كله بيراميدز داخل على الخط بقى، هيفشل خطه الاهلي وقدم عرض لأسامة فيصل أكبر من عرض الأهلي. كل الكلام ده اللي حكيناه ده مفاوضات عن طريق وسيط، مفاوضات شفوية. البيراميدز قدم عرض رسمي واللاعب وقع هنا في البيراميدز،
وللاهلي، لكن بيراميدز عرضه اكبر، وبيراميدز بيجي في الاخر ويخلص، بيجي في نهايه الصفقه ويخلص بالمقابل المادي الاكبر. عملها كتير مع الزمالك وبيعملها اقل مع الاهلي، هو مركز مع الزمالك اللي هو نادي بيراميدز. اخر عرض الاستمرار حسام عبد المجيد، اتعرض على حسام عبد المجيد للتجديد 13 مليون و14 مليون و15 مليون وبونص وفوائد وبونص واعلانات وشويه مزايا للاعب. اللاعب ما ردش على العرض، لكن الزمالك وعده انه جاء عرض قوي ونادي يكون اسم قوي ومبلغ كبير يفيد الزمالك، هيتم رحيل اللاعب. ريبيرو يهدد نجوم الاهلي محمد هاني والشناوي ذكر عنه انه مستاء عنه من ايام كاس العالم للانديه والماتش الودي اللقاء الاخير، الهدف اللي هو السهل اللي دخل مرمى الشناوي، وقال ما فيش حارس اساسي، كل اللعيبه اللي بيجتهد في الملعب هو اللي يلعب اساسي لمصلحه الفريق. وعد استياء من محمد هاني وتحركاته في الملعب وعدم قيامه بدور هجومي، وكمان ايضا قرر ابقاء عمر كمال عبد الواحد واحتمال يكون بديل لمحمد هاني، واحتمال نشوف مصطفى شوبير الا لو الشناوي ضغط على الاداره زي كل مره، وضغط على الاداره وانا همشي ومش همشي، والاداره تضغط على المدرب وتلاقي الشناوي في المرمى والاهلي بيدفع الثمن. رضا سليم ليه عند الاهلي 2.2 مليون دولار، باقي له 3 سنوات في العقد، عايز يمشي، عايزين يعملوا تسوية معاه. اللاعب متمسك بالحصول على 2 مليون و2 من الدولار. دي أزمة في الأهلي مع أزمة ديانج، والمقابل اللي عايزه 1.8 مليون، والأهلي وصل معاه ل1.4 أو 1.500 ولسه الموضوع معلق. عبد الحميد معالي اللاعب اللي جاي للزمالك الشاب، بس ما نقدرش نقول هيلعب اساسي ولا هو اللي هيبني عليه الزمالك ولا هو هيكون اساسي وهيجيب لك بطولات. اللاعب صغير لكن ممكن يكون بديل، ويتم اثقاله بالموهبه ويتم اعارته لاكتساب خبرات وخبره اللعب في الزمالك. ليس اي لاعب صغير يتحمل ضغوط نادي جماهيري مثل نادي الزمالك. اجرى الكشف الطبي واحتمال يذهب التدريبات في خلال يومين، ينتقل الى تدريبات الزمالك. قرار نهائي ببيع محمد صبحي الأقرب الأخدود لو عرضه أكبر من بيراميدز، لو العرضين متساويين هيدخل في صفقة بيراميدز واللي هي فيها مثلا فتوح ومحمود صابر عبد الرحمن مجدي، وبيحاول يشوف زلاك القصة اللي احنا قلناها. الأهلي يراقب ريبيرو يختلف مع الإدارة. ريبيرو قال للإدارة أنا مش عاوز لعيبة كتير. ريبيرو قال أنا عندي محمد شريف وعندي في الهجوم، يعني عندي محمد شريف وعندي جراديشار، وكمان في الناحية دي ممكن أشرف بن شرقي بيلعبها، أحيانا طاهر محمد طاهر عامة. وفي لاعب موهبة احنا قلنا اسمه قبل كده، اسمه حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم مقتنع بيه المدرب، لكن الإدارة دايما الإدارة بتحب تجيب لعيبة أكتر واحتياطي، بيخاف من الإصابات، يخاف من طول الموسم، فمصممين على صفقة هجومية قادمة للنادي الأهلي. هنشوف يا أسامة فيصل يا كوكا يا حد تاني، يا إما فلسطيني أو عربي، هنشوف ايه، او ممكن يمشي حد من الاجانب ويجيب حد تاني. هنشوف الفتره اللي جايه اللي يحصل. دي كانت كل اخبارنا. كان معاكم امجد، قناه كرويات كروي. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب، والتعليقات بنرد عليها، ونشكركم على التواصل، ونشكركم على الناس المحترمه، وبنحيي الناس اللي توب فانز اللي معانا، الاستاذ احمد عبد المجيد ومحب خميس وفي استاذ تقريبا احمد بكري، في اسماء يعني كتيرة بتتابع معايا وبنقول اساميها وبنتواصل معاهم بنرد عليهم وبنرحب بيهم. ولو نسيت كل مرة هنقول اسماء يعني. نتشرف بيكم، والى اللقاء، تحياتنا ليكم، ونشوفكم في فيديو قريب، والى اللقاء، تحياتنا ليكم.